صرفت 10,000 ليرة في حاجات من جراتيس. وللي ما يعرفش، جراتيس هو محل في تركيا مشهور جدا برخص الأسعار بتاعته. هتلاقوا هناك ماركات عالمية من المكياج، العناية بالبشرة والشعر، برفيومز، اكسسوارات. وبصراحة أي وقت كنت بلاقيه في أي سيتي بخشها بقوم داخلاه على طول اشتري منه حاجات، لأنه دايما بيبقى فيه عروض بجد رخيصة جدا. بس اللي لاحظته مع الوقت إنه مش دايما الحاجات اللي بجيبها منه هي فعلا كويسة. وبعد ما جربت حاجات كتيرة جدا منه اقدر اقول لكم ايه هم الحاجات اللي يستاهلوا تصرفوا فيها فلوسكم وايه الحاجات اللي ما يستاهلوش. نبتدي باكتر حاجه صدمتني وهي الفيرزاتشي ايروس. كلكم عارفين البرفيوم دي في مصر بكام؟ باكتر من 7000 جنيه مثلا، لان دي 200 ملي. اول ما دخلت جراتيس لقيتها ما تكملش حتى 2000 ليره. فيعني 2000 ليره ده يعني هي باقل من مثلا 2000 ونص مثلا مصري. ودي واحده من احلى الكاندلز اللي ممكن تجيبوها. دي لقيناها برضو في جراتيس، كانت ب 200 ليره وكبيره جدا، وفي منها كمان سنس مختلفه. البراند بتاعت لايف ان دي الفيتامين سيكشن بتاعها تحفه. جبت منها المالتي فيتامين ده، وجبت منها فيتامينز تانية كتير. هتلاقوا عندهم كميه انواع فيتامينز حلوه جدا، وكمان الفيتامين سي بتاعهم كان حلو قوي بس انا خلصته. وكمان بيعملوا اورجانيك كوكونات اويل، ده تحفه، تقدروا تستخدموه على جسمكم، على شعركم، على وشكم. بجد حلو جدا، ومجرد بس ما هتفتحوه هتشوفوا قد ايه هو اورجانيك. بتحطوه في التلاجة وفعلا تحفه. ويت اند وايلد من البراندز الرخيصه قوي في تركيا، وعجبتني جدا الهايلايتر باليت بتاعتهم دي. وجبت كمان منهم البرونزر باليت. بس بقى ما عجبنيش خالص خالص البرايمر سات دي، يعني ده مثلا بجد كانت ريحته غريبه قوي يا جماعه، وده كمان ما عجبنيش خالص، فما انصحكوش ان انتوا تجيبوه. ودي الحاجات اللي جبتها من باستيل، دي براند تركيا، وبجد الكريمي بلوش بتاعهم ده احلى حاجه جبتها من الميك اب من عندهم، بجد تحفه. الكونسيستنسي بتاعته حلوه جدا وبيقعد كتير. جبت منهم البيتشي والبينك، دي البيتشي شيد تحفه، ودي البينكي وان برضو خطيرة. وكمان جبت منهم الريد ليبستيك ده، لونه حلو جدا. وجبت كمان النيل بولش ده. الجوت ميلك شامبو ده من الحاجات اللي ناس كتير قوي قالت لي عليها، وبصراحه لما جربتها ما حسيتش ان هو حلو قوي، يعني حسيته عادي. بس طبعا جربوه، يمكن ينفع مع شعركم. وفي اللاينر بتاعه بتاع الليف ان والكونديشنر، بس انا جربت منه بس الشامبو، بصراحه حسيته عادي قوي. ايرفن من البراندز اللي ناس كتيره قالت لي عليها لما اسافر تركيا اجيبها، بس بصراحه انا ما عجبنيش خالص. انا جبت منهم الهير ماسك والشامبو ده والشاور جل. الشاور جل كان عادي لطيف، يعني ممكن تستخدموه عادي، بس الاتنين دول ما حسيتش باي فرق وانا بستخدم بيهم شعري، فبصراحه ما عجبونيش خالص. ده بقى بديل مايال روزماري اويل، بجد حلو جدا، جربته ولذيذ قوي وارخص بكتير. هتلاقوا سعره برضو حوالي 200 ليرة، فدفنتلي لازم تجربوه. الفيس ماسكس دي كانت رخيصة جدا هناك، بس عايزة اقول لكم ان انا صرفت عليها فلوس كتيرة جدا من كتر ما هي رخيصة. كانت بتبتدي من 2 و3 ليرة، بس معظمهم ما كانوش حلوين خالص. فانصحكم احسن تجيبوا البراندات اللي انتوا عارفينها، ما تجيبوش حاجات مش معروفة. السات دي كانت حلوة جدا، جبتها من هناك، وتقريبا انتوا لو جبتوها مش تحتاجوا اي براشز تانية. انا مبتدئة جدا في الميك اب، وبصراحة ما بستخدمش غير دول. الماجيك ريتاتش بتاع لوريال هنا تقريبا انا كنت بسأل عليه كانوا بيقولوا لي ب 2000 جنيه، وهناك انا جايباه ب 300 ليره، فبجد سعره تحفه. البادي لوشن ده حلو قوي، دي براند بتاعت جراتيس، لازم تجيبوه، عجبني جدا جدا، بالذات السنت اللي بالخوخ. السوب دي بجد تحفه من بي بيوتي، بجد عندهم كذا سنت، والباكجينج بتاعها لذيذ جدا، ريحتها تحفه، هتشموها من اول ما تفتحوها، فبجد لذيذه وتقدروا تستخدموها على وشكم او على جسمكم. ومن الحاجات اللي صدمتني ان فلورمار اصلا براند تركيا، بس بصراحه كانت حاجاتهم نفس اسعار مصر بالظبط. بس بصراحه عجبوني جدا جدا. النيل بولشز دي حلوه قوي، وبجد مش بتقشر بسرعه خالص. ذا بيورست من البراندز اللي بتعمل حاجات كتيره قوي فور سكين اند هير كير، وجبت منهم الكافيين اند فيتامين سي سيرم. بصراحه ما عمليش حاجه قوي، بس ما لحقتش ان انا اجرب حاجات تانية منهم، فقولوا لي في الكومنتس لو جربتوا منهم حاجات وعجبتكم. العلبه دي جواها صبار، بصراحة ما كانش حلو خالص، جربته وما عمليش اي افكت ولا حتى للترطيب. اكتبولي في الكومنتس ايه الحاجات اللي جبتوها من جراتيس حلوة عشان اجيبها المرة اللي جاية.